عايز واحد شاي مثلا. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله جايب لك قصه شاب مكافح ومحترم. شاب على قده زي ما انت شايف كده، بيدخل القهوه يطلب شاي، ولكن في يوم وليله حالته الماديه اتحسنت وبقى معاه فلوس كتير. فاحنا النهارده جايين نشوف هو عمل ايه علشان حالته الماديه تتحسن كده. عايز واحد شاي. شاي. زي ما انت شايف كده، الشاب ده كل يوم بيدخل قهوه يطلب شاي، كل يوم يدخل قهوه يطلب شاي، حتى قاعد على قهوه رخيصه الشاي عندهم ب5 جنيه بس. وتحس كمان صاحب القهوه مش طايقه، يعني كل ما يلاقيه داخل عليه يبص له بقرف. هتطلب شاي انا عارفك. تقريبا كده كمان ما بيدفعش حق الشاي، ده بيشرب شكوك. ولكن في يوم وليله حصلت المعجزه، الشاب ده نزل من عربيته ودخل القهوه وطلب حاجه غريبه جدا. لا، شاي ايه بقى؟ انا عايز زبادي خلاط. بدل ما كان بيطلب شاي بقى يطلب زبادي خلاط. سبحان الله، حتى صاحب القهوه مش مصدق نفسه. يعني مش فاهم ازاي الراجل ده طلب زبادي خلاط. ده احنا عاملينه هنا عندنا بنبعت نجيبه كده بالطلب، ما بيكونش موجود في القهوه اصلا. اول ما حد بيطلبه بنروح يلا خد يلا روح هات زبادي بسرعه خلينا نعمله. فاهمني؟ امال لو كان طلب مانجا يعني كنت عملت ايه؟ ده الشاي بقت معدن والفلوس جرت في ايدينا، هو ايه اللي جرى؟ الله اكبر، قول اعوذ برب الفلق. طب ما تقول لي ده حصل ازاي وانا هدعي لك. وهنا صاحب القهوة قرر ان هو يقعد معاه ويقول له بقى احكي لي القصة من اولها لاخرها. ازاي انت بعد ما كنت بتشرب شاي بقيت تشرب زبادي خلاط؟ احكي لي. انا لقيت اعلان التسجيل في ديدي عن طريق شركه المباشر، قمت مسجل وقلت لما نجرب يمكن تصيب. ايه يا عم ده، هو كل ده طلع من ديدي؟ طب ما تقول لنا كده بقى، انت سجلت في ديدي والدنيا تمام يعني الحمد لله. طب ايه الاخبار؟ احكي لي الشغل في ديدي عامل ايه؟ وفعلا اتفعلت في خلال 5 دقايق ونزلت شغل، والفلوس بدأت تجري في ايدي والعيشة بقت فل الفل. ده غير ان دخلك ممكن يوصل ل 30,000 جنيه في الشهر. ايه ده، معقولة ديدي بتكسب 30,000 جنيه في الشهر؟ انت شغال في ديدي هنا اللي في مصر ولا انت سافرت الصين ولا قصتك ايه؟ اصل انا بشوف الناس اللي هنا شغالة ديدي تحس العربيات بتاعتهم كده ايه يعني شكلها غريب. حتى السواقين اللي هي شغالة على برنامج ديدي بالذات تحس ان هم شكلهم مساكين كده، ما تفهمش في ايه. تحس ان هم شايلين الهم، قرفانين من نفسهم، نازلين مش عايزين يشتغلوا. بس طلع الموضوع بتاع ديدي ده كويس اهو. وفي بوانص وعروض ما تعدش بقى. فالهدف يا جماعه من فيديو النهارده ان انت ما تقعدش تتفرج على فيديوهات تانية على النت.